اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحه واحسن حال. بسبب الانزيمات الحيه والاملاح الموجوده بداخله، فالعصير اللي هتكلم عنه في حلقه النهارده هو مش عصير طبيعي، لكن تطورت بشكل كبير جدا الفوائد اللي بيقدمها، وخاصه خلال السنوات الاخيره. لو كنت مريض ضغط دم فهو له القدره الهائله على خفض ضغط الدم وتدفق الدم بشكل طبيعي وبشكل اكتر سهوله. مش بس كده، بيعمل على ازاله سموم الكبد وعدد كبير جدا من الفوائد الصحية الأخرى. خليكم معايا لأنها تكون حلقة مهمة جدا. النهارده هتكلم عن عصير الكرفس، وهو واحد من اقوى النباتات الطبيعيه. اللي بيخلي الكرفس مميز جدا هو ان احنا لما بنبدا نعمله في صوره عصير بتخرج املاح مهمه جدا اسمها الاملاح العنقوديه. الاملاح العنقوديه او الاملاح العضويه او الكلاستر سولتس دي واحده من اقوى الاملاح اللي بتساعد على ازاله السموم من الكبد. مع تقدمنا في العمر في حمض مهم جدا في المعده اسمه حمض الهيدروكلوريك. الحمض ده بيبدأ يقل. حمض الهيدروكلوريك هو حمض قوي بيتم افرازه من الخلايا الجدرية وبيعمل على تقليل حموضة المعدة بشكل ممتاز. وعلشان كده لما الحمض ده بيقل الناس بتبدأ تشعر بأعراض جانبية زي مثلا عسر الهضم او حرقة المعدة او الارتجاع. وعلشان كده بنلجأ للأدوية ان احنا مثلا نستخدم مثبطات مضخة البروتون، ودي اللي بتعالج عدد كبير جدا من مشاكل التهاب المعدة او زيادة الحمض المعدي، وعلى رأسهم البنتوبرازول أو الأوميبرازول. أو ممكن كمان ناس تستخدم أدوية حاصرات الحمض، على رأسهم السيمتيدين والفاموتيدين، دول علشان يحاولوا يقللوا من حمض المعدة بشكل كبير. علشان كده الأملاح اللي بتطلع من عصير الكرفس هي بتعالج مشكلة حمض المعدة وكل المشاكل اللي بيسببها بإنها بتزود من حمض الهيدروكلوريك. كل ما نبدأ نرجع من تاني نعيد بناء حمض الهيدروكلوريك البروتينات بيتم هضمها بشكل افضل. ده غير ان هو كمان بيقتل مسببات الامراض والفيروسات والبكتيريا، وده بالتالي بينعكس على المعده. بتحس براحه شديده، لو في انتفاخ بتلاقيه ان هو زال تماما، وكل الاعراض الجانبيه اللي قلت عنها بتذهب بدون استخدام الادويه. عايزاك تحاول تحصل على الكرفس العضوي، ولما اقول على اي حاجه انها عضويه يعني غير معدله وراثيا بالمره. الكرفس العضوي بتلاقي ان هو الطعم بتاعه ممرر شويه اكتر من الكرفس العادي، وده لانه بيكون ناضج اكتر من اللازم. طيب واذا لم يتوفر وصعب جدا انك توصل ليه، يبقى هتشتري الكرفس العادي، لكن بشرط ان انت تتأكد انك تغسله كويس جدا جدا. من النقط الممتازة ان هو بيحدث فرق هائل جدا في ازالة السموم وتقليل الالتهاب في الجسم. خد بالك من نقطة مهمة جدا، ان الالتهاب بيرتبط بجميع الامراض، واي التهاب يحصل في الجسم بيتبعه على طول امراض كتير وامراض منتشره. عندنا نوعين من انواع المركبات في الكرفس، وهما اللوتين والبولي اسيتيلين. الوظيفه بتاعتهم انهم بيثبطوا الانزيمات اللي مسؤوله عن الالتهاب في الجسم. ده غير كمان انهم بيعملوا على خفض البروستاجلاندين الالتهابي. خليني اشرح لكم النقطه دي كويس. البروستاجلاندين هي مواد دهنيه مشابهه شويه للهرمونات. في حاله تعرض الجسم للاصابه او العدوى فانه بيتم زياده انتاج البروستاجلاندين علشان تؤدي الى الالتهاب. طيب الالتهاب ده بيحصل في صورة ايه؟ بيحصل في صورة اعراض زي التورم او الاحمرار او الالم او الحمى. المشكلة لما بيبدأ انتاجها بشكل كبير او اكتر من اللازم بتؤدي الى حدوث التهاب زايد وغير مرغوب فيه. علشان كده انا لما اقلل البروستاجلاندين الالتهابي فده هينعكس على الالتهاب وهيقلل الالتهاب في الجسم. ده غير ان انا بعتبر الكرفس غذاء قوي ومضاد للالتهابات، لانه بيجوع البكتيريا السيئة والفطريات اللي موجودة في الجسم ويمنع انهم ينمو، وفي نفس الوقت بيخلي البكتيريا الجيدة تنمو بشكل ممتاز. يبقى كده خد بالك انت عندك
فايدتين ممتازين بيحصلوا في الجسم بيتخلص من السموم والأحماض الزايدة، وفي نفس الوقت بنظف الكبد والدم، وعلشان كده فده بيخلي الجسم يصبح أكثر قلوية، وده بيعتبر مدر طبيعي للبول. وعلشان كده الانتفاخ أو احتباس السوائل اللي بتشعر بيها في الجسم، الكلى هتتخلص من السموم وبالتالي هتزيل منك الإحساس السيء ده. من الفوائد الرائعة للأملاح الموجودة في عصير الكرفس إنها بتغذي النبضات الكهربية اللي بتدعم الخلايا العصبية اللي موجودة في الدماغ. ده غير إن عصير الكرفس بيكافح الجذور الحرة أو الشوارد الحرة، وهي المسؤولة عن تدمير كل الخلايا سواء في الجسم أو البشرة وإصابتها بالشيخوخة. ده غير إنه أثبت نتائج ممتازة مع أمراض كتير جلدية زي الصدفية أو الإكزيما أو التهاب الجلد أو حب الشباب. آخر وأقوى فايدة إن الكرفس بيحتوي على مادة كيميائية مهمة جدا اسمها ساليتس. المادة دي وظيفتها إنها تقلل من ضغط الدم وتوسع من جدار الشريان، وبالتالي بتساعد على مرور الدم في الشريان بشكل أسهل وأسرع وبدون مقاومة، وعلشان كده بتلاقي إنه ضغط الدم ابتدى يقل بشكل سريع. هحتاج إنك تاخد 473 ملي من مشروب عصير الكرفس أو بما يعادل كوبايتين. هناخدهم الصبح أول لما نصحى ويكون على معدة فاضية، والكلام ده يكون قبل الأكل بنص ساعة. طيب أنا يهمني جدا إنك تعمل العصير ده فريش، وأول لما تعمله تشربه على طول، وده علشان أقدر أوصل الإنزيمات العضوية الحية وأملاح الكرفس لجميع خلايا الجسم. أتمنى أكون قدرت أفيدكم في حلقة النهاردة وقدرت أقدم لكم حلقة مفيدة. لو عجبتكم الحلقة واستفدتوا منها ما تنسوش تشاركوها مع غيركم علشان أكبر عدد منها يستفاد، وما تنسوش لايك للفيديو، سبسكرايب في القناة، وفعلوا علامة الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات اللي هقدمها أول بأول. وفي النهاية بشكركم جدا على وقتكم الثمين والذي لا يقدر بثمن. باي باي.